السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو وصفة جديدة مع لوسليس هند. إن شاء الله نلقاكم وانتم بخير وعلى خير. جمعة طيبة مباركة للجميع. اليوم الاقتراح ديالي غادي يكون طبق ديال الرز بالدجاج، القرعة حمراء، وكذلك الوجه د البصل والزبيب باش نغيرو شويه على كسكسو ولا على السفه. هاد الطبق هذا كيجي لذيذ، كيجي مزيون، سهل في التحضير ديالو والمذاق يا سلام. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير، ودائما فرجه ممتعه. للطبق ديالنا اليوم غادي نحتاجو الدجاج، ممكن نحتاجو الدجاجه كامله، انا عندي قطع، فغادي نحتاج بصله كبيره محكوكه، عندي ملعقه ديال السكينجبير، الخرقوم، اليبزار، القرفه، الملون الغذائي، زعفران شعره، السمن غادي نحتفظ به باش نعملو في الطنجره. هاد القامه هادي او هاد الشرموله هادي غادي ندي منها كميه هي اللي غادي نستعمل كذلك، ولا غادي نطيب بها القرعه حمراء. ضفت كميه بسيطه من الماء، كنشرمل قطع الدجاج، هذه الكميه اللي احتفظت بها باش نطيب بها القرعه حمراء، يعني ثلث ديال الكميه. وغادي نشرمل الدجاج في الثلثين اللي احتفظت بهم، وغادي نخليهم يتشربوا واحد نصف ساعه تقريبا. ممكن طيبوهم مباشره، ما كاين حتى شي مشكل. ففي طنجره كنوضعوا كميه من الزيت، نصف كاس، ممكن حتى نكاس الا ربع، وملعقه كبيره ديال السمن. هنا كنخليو الدجاج كيتشحر اولا كيتعرق، وملي كيتشحر الدجاج ديالنا كنمرقو. ضفت واحد الربيطه د المعدنوس، كميه بسيطه، وخليت الدجاج ديالي كيطيب على خاطر خاطرو. ودابا غادي نمرو باش نحضرو القرعه الحمراء. انا كنستعمل هاد الصغيوره هادي، استعملتها كامله، كنقطعها الى الرضخات او الى دوائر، انصاف دوائر، نقيتها. وديك الكميه ديال القامه اللي احتفظنا بها او الشرموله وضعتها في طنجره، كميه من الزيت، ملعقه ديال السمن صغيره اولا كبيره، ممكن على حسب الذوق واللي كتفضلوا نتوما، وخليتها تتشحر كذلك شي شويه ولا تعرق. مرقتها، دائما كنستعمل الماء غليان باش كيسرع العمليه ديال الطبخ. وضفت ديك الانصاف ديال الدوائر ديال القرع وخليتها طيب. فاش كطيب تقريبا نص طياب اولا كتقرب الطيب، كنضيف لها كميه من المعدنوس. انا كيعجبني نضيف المعدنوس، كنخليه تقريبا طري. تقريبا فاش طاب القرع ديالنا ضفت له السكر، انا ضفت ملعقتين، ممكن تضيفوا من ملعقتين الى 3 على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب كميه القرع اللي عندكم، باش كيتعسل وكيجي مزيون. خليته يتعسل على خاطر خاطرو حتى المرق ديالنا كيرجع خاطر والقرع ديالنا كيكون موجود. غادي نمروا لمرحله اخرى. كميه من البصل، 3 الى 4 حبات من البصل، قطعتهم اللي كيقولون خليانه بهذه الطريقه هذه. في طنجره كنضيف لهم الملح وكنخليهم يطيبوا، يعني كما تعودنا كنطيبوا البصل ديال السكسو ولا البصل ديال الباستيلات ولا البصل فقط بالملح. كنخليه فاش كيتصهد البصل ديالنا بهذه الطريقه. علاش كنعملوا هذه الطريقه؟ باش ما كيلتصقش في الطنجره وكيسهل علينا الطياب ديالو. هنا غادي نعملوا نفس القامه، يعني سكينجبير، الخرقوم، اليبزار، شويه ديال القرفه، الملون، زعفران شعره، السمن، وكميه من الزيت. كنخليو البصل يطيب حتى كيقرب يطيب تقريبا بنفس الطريقه. ضفت له كميه من المعدنوس ومن بعد السكر باش يتعسل. في واحد الكاسرونه ديت كميه من المرق ديال القرع فاش كان كيطيب،
وطيبت فيه كمية قليلة من البرقوق اللي كان عندي ديجا في الريموخو اولا في واحد كمية من الماء، تا هو خليته كيطيب كيعمل توب توب، ومن بعد ضفت له كمية من السكر تيتعسل على خاطر خاطرو. فاش كيتعسل بهاد الطريقة هادي ضفت له الزنجلان وخليته على جنب. ودابا غادي نمرو باش نحضرو اللوز. كمية من اللوز 200 غرام 250 غرام سلقتها نشفتها، وفي مقلاة زيت باردة كنضيفو اللوز. دائما فاش نجيو نقليو اللوز ديالنا دائما الزيت كتكون باردة، يعني كنوضعو كمية من الزيت كنضيفو لها اللوز وكنبداو نقليوها نار متوسطة باش اللوز ديالنا كيتحمر وما كيجيش يرطب من الداخل ديالو، كيجي مقرمش ومزيون. فاش كنقليو اللوز ديالنا غادي نطحنو ولا غادي نهرمشو، غادي نخلي حبات ديالو باينين. غادي نضيف له كميه من السكر، انا عندي مثلا 250 غرام، ضفت له واحد الملعقتين ولا 3 ديال السكر ثقيل على حسب الذوق. ضفت كميه من القرفه ونسمته كذلك بماء الزهر. انا بغيت القوام ديالو يكون بهذه الطريقه، نتوما ممكن تخليوها سولتو اللي كيقولوا، الحبه كتجري على اختها. دابا غادي نمروا باش نحضروا الروز. الروز انا عندي 750 غرام ديال الروز. اول حاجه كنحاول نتخلص من ديك النشا اللي فيه، فخليته رقدته في واحد الطنجره ولا خليته واحد نصف ساعه فقط بالماء حتى كيطلق ديك النشا ديالو كامل. غسلته واحد 3 ديال الغسلات. هذا هو الروز ديالنا. دابا غادي نسلقو في الماء فقط بالملح. عندي 750 اللي كتجي 2 طاسات، كنضاعفو القياس د الماء تقريبا. كنطيبو تقريبا الطياب كامل، كنخلي غير شي شويه. وضعته هنا في واحد الاناء في واحد المعجنه، ضفت له كميه من الزيت باش نخلي يعني الحبه كتجري على اختها. كان عندي شويه ديال اولا كميه من الزبيب في الريموخو اولا في واحد الماء، في واحد كميه من الماء ضفته له، خلطته مزيان. ودابا غادي نمر من اخر مرحله، وهي غادي نبخرو واحد التبخيره بسيطه فوق واحد الطنجره ديال البخار. غادي نضع كميه من الماء. هنا انا الروز ديالي بغيتو يكون بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نسقيه. ثم اذا بغيتوه يعني فقط تحتفظوا به كسفه، الماء اللي غادي تبخروا فيه عملوا فيه عويد ديال القرفه، سكر فاني، ممكن تضيفوا كذلك بديان اولا ستريا انيس ستريادو كيعطي واحد المذاق مزيون. فبخرت الروز ديالي بهذه الطريقه كما كيبان، كما كتشوفوا معايا الحبه كتجري على اختها ماشي معجن. بخرته فقط ربع ساعه، غير كتطلع فيه الغليه لانه هو ديجا تقريبا طيب. ودابا غادي نمروا المرحله الاخيره اللي هي غادي نحمروا الدجاج ديالنا. ففي مقلاة وضعت كميه من الزيت اولا الزبده والسمن، وحمرت الدجاج. واحد النسيمه والدجاج ديالنا كيتحمر في هذا الزيت ولو كميه قليله والسمن رائعه. فحمرت الدجاج ديالنا. الروز ديالنا ديجا يعني بخرناه. ودابا غادي نمروا للمرحله ديال التقديم. الصلصه ديالنا ولا الدغميره ديال الدجاج غادي نضيف لها كميه من الماء، ممكن نضيفوا كميه من الملح اولا مكعب ديال الدجاج باش يضيف لها مذاق. بغيت نمرق بها شي شويه الروز ما كيطلبش المرق بزاف ولا الصوص بزاف بحال اللي كيطلبها مثلا الكسكسو اولا ممكن السفه ديال الشعريه. فضفت كميه من الماء باش نحصل على مرقه. هنا الروز ديالنا وهو ساخن بعد ما بخرناه ضفت له كميه من السمن، قطع صغيره من السمن. كذلك ضفت له كميه من الزيت والسمن اللي حمرت فيهم الدجاج من السمين. وضفت ملعقتين الى 3 من ماء الزهر، بغيت نعطيه ديك التوكي ديال السفه. فضفت له فقط يعني كميه بسيطه من ماء الزهر. خلط هذا الروز ديالي مزيان بعد ما نسمته. ودابا مريت باش نسقيه. اول حاجه ضفت له كميه من المرق ديال القرع اللي كان خاطر، وكذلك
المرق ديال الدجاج، سقيت الروز ديالي، خلطته مزيان، ودابا غادي نمرو باش نقدموه. ففي طبق ديال التقديم وضعت نصف كمية ديال الروز، وضعت كذلك طبقة من البصل والزبيب، يعني كمية غطيت بها الوجه ديال الروز. ضفت كمية من الخليط ديال اللوز بالسكر، القرفة وماء الزهر. هنايا في هذه المرحلة ممكن تنقيو الدجاج وتوضعوه بحال اللي سبقنا وحضرنا بالسفة ديال الشعرية. انا الدجاج ديالي احتفظت به يعني صاين ولا انتيرو، فقط وضعت طبقة من البصل وطبقة من اللوز، غطيت بطبقة ثانية من الروز، وهنا زينت بالانصاف ديال الدوائر ديال القرع الحمراء. وضعت كذلك في كل نصف دائرة ديال القرع كمية من البصل، وضعت حبات من السرويلة أو البرقوق بالزنجلان، زينت به. وضعت كمية من البصل في الوسط، ووضعت الدجاج ديالي، يعني التزيين هنا كيبقى اختياري، ثم وضعوا بطريقتكم وبأسلوبكم. أنا فقط وضعته بهذه الطريقة هذه البسيطة. زينت كما سبق لي وقلت، ولا وضعت قطع الدجاج. ممكن توضعوا أطباق جانبية بالمريقة، وممكن كذلك توضعوا كذلك كمية من اللوز اللي عندنا بالسكر والقرفة وكذلك الماء الزهر اللي بغى يضيف إضافة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم، طبق الروز بالقرع حمراء، البصل والزبيب وكذلك بالدجاج. كيجي مزيون المذاق. دائما اللي كنقول انا التصوير عمره ما كيعطي الطبق حقه مع الاسف، ولكن ثقوا بيا الطبق كيجي رائع لذيذ مزيون. وهيدا كنغيروا شي شويه على دائما الكسكس اولا السفه ديال الشعريه. فهاد الطبق الروز كيجي مزيون، كيجي همي ورائع في المذاق. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم، جربوها بنفس الطريقه. للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره كنقول لهم مرحبا بهم. نتمنى يعجبكم المحتوى اللي كنتقسموا. جربوا الوصفات، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والمشتركين الكرام الافاضل، دائما شكرا من القلب على الدعم ديالكم ولا التشجيعات ديالكم اللي يخطيكم. ما تنسوش زر البصمه وشي تعليق مزيون فضلا وليس امرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو قادم باذن الله.